في حياتنا لما نسمعها نقول إزاي ده لسه بيحصل في 2025؟ ومن أخطرها موضوع الميراث، الظلم اللي بيحصل جوه بيوت المفروض تبقى مؤمن وحماية للبنات، ولسه لحد دلوقتي في أب وأم يفضلوا الولد على البنت ويدوه كل حاجة، ويجوا يقولوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ودي الكلمة اللي بيبرروا بيها الغلط كأنها حجة أو عذر. واحنا بنرد عليهم وبنقول لهم هذا ما وجدتم عليه آباءكم وها هو يتغير رغم أنف الجميع. خلونا نتكلم بوضوح. ليه لحد دلوقتي في بيوت مصرية البنت لما تيجي تطالب بحقها في الميراث يقولوا لها اسكتي، ما يصحش، دي فلوس أخوكي؟ هو أخوها ده ابن غيرها؟ هو أبوها وأمها ما ربوهاش، ما صرفوش عليها، ما أكلوش وشربوها؟ ليه يوم الحساب على الورق تبقى كأنها مش موجودة؟ اللي بيحصل ده مش بس غلطة من الإخوات الذكور، ده كمان جاي من قلب الأب والأم. الأم الذكورية اللي بتقول أنا هسيب الأرض لابني هو اللي هيشيل اسمي، والأب اللي يقول أنا وديت ده للولد والبنت مش ناقصاها، جوزها هيصرف عليها، وكأن البنت عالة. الغريب إن الدين واضح، ربنا فصل المواريث بالتفصيل في القرآن في سورة النساء، يعني لا شيخ ولا عالم ولا مفتي يقدر يغير كلمة. ومع ذلك لحد النهاردة نلاقي أهل بيزوروا في العقود ويكتبوا كل حاجة باسم الولد ويحرموا البنت. تعالوا نفكر كده، لما أب أو أم يعملوا كده مش بيظلموا بنتهم بس، ده بيظلموا نفسهم، لأن ربنا هيسألهم ليه منعتوا حق وصلته باسمي؟ والمصيبة إن البنت تبقى عايشة وسط أهلها وتشوف كل حاجة بتتوزع قدام عينيها وتتقالها الكلمة الشهيرة يا بنتي عيب، ما ينفعش تطلبي حقك، الناس هتقول علينا إيه؟ طب والناس دي هتنفعكم يوم القيامة؟ نرجع نقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا. طب ما آبائكم ظلموا وانتم كملتوا ظلمهم ليه؟ هو لازم نعيد نفس الغلط؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم جه أصلا عشان يغير الموروثات الباطلة، جه يهدم عادة وأصل جاهلي، فإزاي بقى تسيبوا الحق وترجعوا للجاهلية بحجة إحنا لقينا أهلنا بيعملوا كده؟ خلوني أدي مثال. بنت اتجوزت وأخوها خد كل الأرض وكل البيوت وكل الفلوس، بعد كام سنة جوزها مات، مين وقف معاها؟ أهلها؟ لأ. أخوها اللي أخد حقها؟ برضو لأ. طب ليه؟ مش يمكن لو كانت واخدة ميراثها كانت عاشت بالكرامة ومحتاجتش تسأل حد؟ وعلى فكرة الظلم مش بس في الفلوس، الظلم النفسي اللي البنت بتعيشه لما تشوف إنها مش متقدرة زي أخوها ده كسر بيعيش معاها العمر كله. والمجتمع نفسه بيتبنى الظلم ده لما يطبل الأب الأمن ابنه وكتب له كل حاجة باسمه. طب والبنت أمانها على الله بس؟ خلونا نفكر كمان، لما أهل يربوا ولادهم على إن البنت أقل، الولد بيطلع فاكر إن من حقه ياخد وإن أخته دي مخلوقة تخدمه. يعني مش بس ظلم للميراث، ده كمان ظلم في التربية. يا جماعة اللي بيحرم البنات من الميراث مش بيعمل حاجة بسيطة، ده بيهدم ركن من أركان العدالة في الدين. والمصيبة الأكبر إن في كتير من البنات بتسكت. ليه؟ عشان خايفة من كلمة الناس هتقول طمعت في أهلها. لا، دي مش طمع، ده حق ربنا، واللي يسكت عنه كأنه سايب فرض من الفرائض. الموضوع ده لازم يقف، ولازم نواجه نفسنا بالحقيقة. البنات مش أقل، وحقهم في الميراث مش جميل من أهلهم، ده فرض من ربنا. اللي بيعملوا كده مش بيحافظوا على العادات، ده بيكرروا الجاهلية. ولازم كل واحدة تطالب بحقها وكل واحد يخاف يظلم. واسأل نفسك دايما هو مين قال